بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كل سنة وانتم طيبين. الليلة دي كانت آخر ليلة في الليالي الوترية. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. يعني هي الليلة دي بصراحة كانت فيها علامات مميزة كتير خالص، منها إن الليلة كانت هادية فيها سكينة جامدة، برضو فيها نسمة هوا حلوة، ما كانش طبعا لا هي هوا شديد يعني رياح شديدة ولا عواصف ولا أي حاجة ولا برق ولا أي حاجة. فدي طبعا كلها من علامات ليلة القدر. كانت فيها يعني بصراحة زي ما بنقول السكينة فيها مفيش بعد كده، يعني كانت ليلة هادية وحلوة وصافية. فيعني إن شاء الله تكون هي كانت ليلة القدر، واحنا اهو مستنيين طلوع الشمس. لسه الشمس ما ظهرتش، مستنينها تظهر ونشوفها تطلع، يعني ان شاء الله باذن الله هتطلع نشوفها مع بعض. هنشوف يعني فيها من علامات ليلة القدر، من علامات شمس ليلة القدر. يعني احنا من العلامات اللي احنا عارفينها واللي ذكرها الرسول عليه الصلاة والسلام. نصلي على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. من علاماتها ان هي ما فيهاش شعاع، تطلع بيضاء لا شعاع لها. طب ليه لا شعاع لها؟ شايفين؟ الله اكبر الله اكبر. شايفين بدأت الشمس تطلع اهي. زي ما قلنا تطلع بيضاء لا شعاع لها. ليه؟ لان الملائكة في ليلة القدر بتنزل عندنا هنا، يعني بتنزل من السماء للارض. فهي طبعا لما لغاية الفجر، بعد كده قبل ما تطلع الشمس الملايكة تطلع السما تاني. فهذا اللي بيخلي ايه الشمس ملهاش شعاع. الملايكة هي اللي بتحجب عننا أشعة الشمس في اليوم ده. وبرضو الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر لنا ان هي تطلع زي الطست، اللي هو الطست الأبيض النحاس. فهي ما شاء الله شايفين النور بتاعها أبيض صافي، مفيش أشعة. الله أكبر. طبعا هي ليلة القدر يعني ما يعلمش اللي يعلمها ربنا، محدش يعلمها غير ربنا عز وجل. احنا بنجتهد، يعني احنا بنجتهد من بداية العشر الأواخر، احنا بنجتهد من أول رمضان، بس طبعا بنكتر في الاجتهاد وبنكثف الاجتهاد امتى؟ في العشر الأواخر. فاحنا بنجتهد وإن شاء الله ربنا يعني السعيد هو اللي ربنا يوفقه ليلة القدر. فالحمد لله يعني العشر الأواخر خلاص هم، كانت آخر ليلة وترية. والله أعلم بقى إن كان النهاردة آخر يوم صيام ولا لسه في يوم تاني. إن شاء الله هنعرف بعد المغرب. فالحمد لله إن ربنا وفقنا، وربنا يعود علينا يا رب أعواما عديدة وأزمنة مديدة بإذن الله. يعني بدأت الشمس تطلع. الشمس اهي نحس ان لونها ابيض زي الفضة، يعني الاشعة الذهبي دي مش موجودة. ده بس اهو شايفين. انا صورتها في كذا مرحلة يعني، وهي لسه بتطلع زي كده، وبعد كده لما ارتفعت في السماء. شايفين اهو مفيش يعني الاشعة اللي احنا بنشوفها كنا يعني في قبل كده. انا صورت معاكم يوم ليلة 25 والليلة والنهاردة برضو. بدأت الشمس تنزل يعني على الحيطان بس لسه ما ظهرتش.
بدأت الشمس، شايفين مفيش اي شعاع عليها. شايفين؟ الله اكبر الله اكبر. بدأت تظهر خالص اهي الشمس، بدأت ترتفع في السماء برضو زي ما طلعت، مفيش اي اشعة، بيضاء اهي زي ما اخبرنا الرسول عليه الصلاة والسلام. اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا. الشمس بدأت تظهر على الحيطان اهي. حتى يعني الشمس على الحيطان نحس ان الضوء بتاعها، ضوء الشمس ده ابيض زي ضوء القمر بالظبط. ضوء الشمس على الحيطان يعني شايفين اهو، لون ابيض وهادي جدا، يعني مقارنة بالايام اللي فاتت الشمس كانت بتطلع نار. يعني عندنا في الصعيد بالذات الشمس كانت بتطلع سخنة خالص. شايفين الشمس اهي؟ الله اكبر الله اكبر. اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا. دي كانت اخر ليلة في الليلة الوترية، وممكن تكون اخر ليلة في رمضان. كل سنة وانتم طيبين، ولو وصلتوا لهنا ما تنسوش الاشتراك والكومنت وندوس لايك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.